مراسلو شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الكريم، بعد أن أعلن الثوار عنا ومعرفة الأنفاق، تمكنوا من تحرير كل من الضالحية وبابلين والسريان وبهيان الغربية والشرقية وربع الجوف وحاجز سرحان وظهر ناطوح واغتنام عدد من الآليات والكمية قسم منها. استطاع الثوار أيضا السيطرة على التراب بطول ما يقارب 15 كيلومتر، وبالتالي استطاعوا قطع الامدادات عن قوات النظام في معركة النعمان اليوم. كان هناك اشتباكات في محيط بلدة حيش بعد أن نجح الثوار بتفجير دبابتين أمس عند مسرح حيش وحاجز المجرشة. كما تستمر الاشتباكات عند حواجز خان شيخون، وهناك استجداد بالمدفعية من قبل الجيش الحر وأنباء عن تحقيق إصابات. تزامن مع سقوط صاروخين على الأرض عنقوديين مصدرهما مطار حماه. سيدي الكريم، ما زال الريف الليبي يعاني من ظروف معيشية صعبة بغاية ظل انقطاع تام التيار الكهربائي ومادة الطحين اللي تسبب نقص كبير في مادة الخبز. كان معكم بس الناشط باسل جدعان براديو شباب. مراسلو شباب.